خذ أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذة أحلام القبيلي، صفتها هي وكيل آدم على ذريته. أستاذة أحلام، أولا مرحبا بك معنا. مرحبا. ألو. أيوة معكم. السلام عليكم. اسمعينا أستاذة أحلام. أيوة أسمعكم. طيب يا أستاذة أحلام القبيلي، قبل أن نتطرق إلى موضوع منظمات المجتمع المدني، أنا فقط حاب أعرج قليلا على الصفة وكيل آدم على ذريته. يعني من فين جاءت هذه الصفة، أو ما المقصود منها؟ هذا منصب منحته لنفسي. يا سلام عليك. أي. بمناسبة كانت أمي عندما يعني أتدخل في كثير من أمور الناس وهكذا تقول لي: ما أنتش وكيل آدم على ذريته. فقلت لها: أنا وكيل آدم على ذريته، مستعدة للدفاع عن حقوق الجميع. وكيل آدم على ذريتك بشكل عام، يعني طبعا أنا من ذرية آدم. أيوة، سوف تستلمي مني إن شاء الله أوراق وقضايا كثيرة ربما أقدمها لك، طالما وأنت وكيل الجميع. الجميع دون استثناء. يا سلام عليك. على كل حال مرحبا بك يا أستاذة أحلام. نحن نتكلم عن دور منظمات المجتمع المدني، وأنت أيضا كصحفية وكمتابعة لما يحدث في البلد في ظل هذه المتغيرات. برأيك ما الذي تقدمه هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني للمواطن اليمني، لذرية آدم؟ منظمات المجتمع المدني في كل العالم هي الرديف الحقيقي للسلطة. نعم. تمام، وتلعب دور كبير في كل العالم. ذلك لأنها أحد أهم أعمال هذه المنظمات طبعا في كل العالم غير اليمن. أنا أتكلم عنها بشكل عام. نعم. هي الرقابة والتقييم والمحاسبة والمساءلة والمتابعة والتطوير والمساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع وتنميته. نعم. من خلال نشر مفاهيم الحياة المدنية. هذا عين في العالم كله. في العالم بشكل عام. نعم. في اليمن؟ أيوة، إلا في اليمن. الاستثناء هو اليمن. فعندنا مجرد مسميات لكف الدعم. لا كنت يا أستاذ أحلام تابعتي الحلقة من بدايتها، الأستاذ باسم الرعدي وهو رئيس مؤسسة بيت الحرية ذكر أن هناك ما يقارب 19,000 منظمة داخل اليمن. يعني تنسفيها كلها وأني ما عملتش حاجة. ما شاء الله. يا لاعب الغدر ما حد يقول ياسين. احنا أعيدي مثل هذا لو سمحتي يا أستاذ أحلام. ايش يا لاعب بالغدر ما حد يقول ياسين. فهمت البدل عشان تعقب عليه. نعم. هو عندنا في اليمن على فكرة غابت جميع الأدوار، يعني مش إلا منظمات المجتمع اليمني، كل الأدوار غائبة. صحيح. ما في عندنا أي دور حاضر. ما عاد بصراحة باللغة العامية امتصت علي. أنا ما عادش فاهمة من يحكم، من المحكوم، يعني كل الأدوار غائبة. بس يعني مش ما بنحملش بس منظمات المجتمع المدني، كل الأدوار غائبة. لكن بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الأغلبية، لا نقول كلها، التعميم يعني مش لا يجوز، لكن الأغلبية مجرد مسميات، مجرد دكاكين، مجرد يعني ما نجدش لها حضور. نحن الآن نعاني من انتهاك وطن. أين الحضور الفاعل لهذه المنظمات؟ لو أن ناشطة حقوقية تعرضت للسب أو القذف أو المنع من السفر لقاموا وما قعدوا. يا سلام، هذا ما كنا نريد أن نناقشه. نعم. الوطن كله ينتهك. صحيح. ولا نجد لهم دور فاعل. يعني لا تخرج لي يا أخي في مظاهرة 5 دقائق وتروح، لابد أن تظل تناصر قضية معينة إلى أن تنتهي هذه القضية. نعم. صحيح. في كل دول العالم لها هي الرديف الأساسي. علاقتها بالمؤسسات الحكومية والدولة علاقة تكامل، إلا عندنا علاقة المنظمات المجتمع المدني بالدولة علاقة حرب، علاقة عداء، علاقة عكس. المفروض تكون العلاقة تكاملية، كل من هو يكمل الآخر. لا تقتصر فقط بالتوثيق والرصد يعني. أيوة، ما نكتفيش بهذا. لابد أن لما يمسك قضية إلى أن تنتهي القضية، ليس مجرد إسقاط واجب. أنا خلاص خرجت وعملتوا لي لوحتين وحضرتوا في شارع معين وروحتوا أخزن. لا، أنت تناصر القضية لين تنتهي. أنت تتحمل المسؤولية، تتحملها من خلال الحد من الانتهاكات، من خلال نشر الوعي الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، الديني، كل هذا تتحمل المسؤولية. لكن هو مجرد عبارة عن دكاكين، عبارة عن أي 3-5 كذا يجتمعون يكونون منظمة عشان يكسبوا دعم مادي خارجي أو شهرة أو أي شيء من هذا القبيل وخلاص. طيب أنتم مما نعانيه الآن.
طيب أستاذة أحلام، وحتى أختم معك فرصة أن تكوني معنا وتوجهي رسالة إلى جميع القائمين على هذه المنظمات، وهي عددها عدد كبير جدا، ولكننا أيضا في المقابل يعني هناك من المنظمات الفاعلة، حتى نكون منصفين، يعني ليس فقط كل المنظمات كما ذكرتي أو كما ربما يذكر الكثير، لكن على كل حال هناك أيضا من المنظمات الفاعلة في المجتمع. أنا أرجو أن توجه لهم رسالة من خلال هذا المحور ومن خلال هذه الحلقة إلى جميع القائمين على هذه المنظمات. طيب يا أستاذ، بس على أساس أريد أن أوضح سبب فشل معظم هذه المنظمات. تفضلي. نعم. سبب فشلها. سبب فشل هذه المنظمات ضعف الوعي وقلة الخبرة لدى المنظمين، يعني جميل. ما فيش الخبرة مش مؤهلين الأغلبية. نعم صحيح. أيوة. الشيء الثاني أنهم أصيبوا بداء الحزبية والفئوية كما أصيب أغلب شرائح المجتمع. صحيح. هيمنة الأحزاب والتيارات السياسية والدينية على أغلب هذه المنظمات. جميل. تجد كل منظمة تمثل حزب معين أو جهة معينة أو طائفة معينة، وأهم أسباب نجاح المنظمات الاستقلالية والحيادية، لكن عندنا هي وجه آخر للأحزاب السياسية. صحيح. فسبب هذا سبب الفشل. أيضا سعي القائمين على بعض تلك المنظمات لتحقيق منافع وأهداف شخصية. فهذه الثلاثة الأسباب أدت إلى فشل المنظمات. نعم. نصيحتي لهم الحياد. هذا ما مطالب به جميع أفراد الشعب اليمني، مش إلا بس المنظمات. ويكون مصلحة الوطن فوق أي مصالح سواء حزبية أو شخصية أو قبلية أو ما إلى ذلك. نعم. هذا هو الذي نريده. على كل حال أشكرك جزيل الشكر الأستاذة أحلام، وإن شاء الله تكوني ضيفتنا في مواضيع متعددة ومتجددة تهم الوطن والمواطن ككل. أشكرك أستاذة أحلام القبيلي وكيل آدم على ذرية هذه الصفة المحببة لديك كما ذكرت. شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ باسم، وقبل أن نذهب إلى التقرير فقط إن كان لديك